بلاش تعيش يومك في كمد الحزن على أمس واضطراب القلق على بكرة. ليه؟ لأن أولياء الله إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن ابن وقته، عايش حاله مع الله. عيش الحال ده وتلذذ بتوحيد ربنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشيطان لما توعد الإنسان ولا تجد أكثرهم شاكرين، إزاي يقفل عليك دايرة الشكر؟ يمنعك حاجتين: يخوفك على بكرة فتبخل، ويفكرك بامبارح فتحزن. وما بين الحزن على ما مضى والخوف على بكرة ضاعت همم الرجال وتبددت سعادات الأيام، وعاش الإنسان عمره الممنوح له ليعبد الله ويعرف الله ويشكر الله في كمد الزعل على امبارح والخوف على بكرة. من بات آمنا في سربه مالكا قوت يومه معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. معناته ايه؟ معناه احنا عندنا 3 معطيات: روحنا البيت لقينا الحمد لله في لقمة ناكلها، وبننام محدش بيطاردنا، ومؤمنين في غرفة ننام فيها مستورين، وصحتنا سليمة. اعتقد ان احنا نبقى ما فهمناش عن الله لما نقعد نزعل على موقف امبارح وعلى حاجة فاتت مني وانتهت، ما اللي فات مات. أو أنام وأنا مش عارف أنعس من القلق عشان بكرة. يا سيدي ما سألناكش احنا على بكرة. يا ابن آدم لا تسألني عن رزق غد ما لم أسألك عن عمل غد.